ازيكم يا جماعه؟ معاكم المهندس احمد من قناه حليم وتك. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن سويتش للفيجا. الفيديو ده هنتكلم عن سويتش الاتش دي. ده سويتش اتش دي يا جماعه. احنا شايفين سويتش الاتش دي بيجي معاه ريموت، غير طبعا سويتش الفيجا مش بيجي معاه ريموت. والوصلات بتاعته هنفتح دلوقتي العلبه وابدا اوريلكم شكله من جوه العلبه. ده العلبه فتحها بسيط من فوق. نفتح العلبه كده. يا جماعه دي كده فتح العلبه بتاعت الفيجا، بتاعت الاتش دي انا اسف. ده في كابل لللقط بتاعه للريموت عشان ده يلقط الريموت، مع اللزقه بتاعته بتاعت لزق الريسيفر ده اللي هو الارسال، جهاز الارسال اللي بيرد ارسال من الريموت ده، والجهاز نفسه اهو يا جماعه. ده انبوت ليه، ده كلهم انبوت. وده مكان الجاك الباور اللي هيركب فيها، يركب فيه ترانس 5 فولت، وبيركب هنا جنب الاي ار ديت بيركب فيها اللي هي الوصلة ريسيفر ديت. وبنقدر نعمل سيلكت لأي تشانل احنا عايزينها من خلال ده او من خلال الريموت. طبعا احنا عندنا 5 هنا، احنا عندنا هنا لو تلاحظوا في اوتبوت انبوت 2 و3 و4، وعندنا انبوت 5 والاوتبوت في النص اهي، وانبوت 1 كمان. يعني احنا كده عندنا 5 انبوت بيخرج على 1 بس اوتبوت يا جماعه. ودي طريقه تشغيله سهله جدا. احنا بس هنحط حجاره في الريموت ونبدا ان احنا نوصل عليه الشاشات من هنا ونسلكت من الريموت، وبعد ما نوصل الجاك بتاع الريسيفر ده موجود فيه نبدا ان احنا نسلكت عادي جدا بين الدخلات كلها. هو بيشغل 5 اجهزه على شاشه واحده، 5 اجهزه اتش دي على شاشه واحده. شكرا يا جماعه ليكم، والى اللقاء. ولو عوزتوا اي فيديوهات من دي تاني ممكن انتوا تكتبوا لنا في الكومنتات، هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه بشرح وافي. شكرا والى اللقاء.